هنتوقف وقفه هنا مهمه جدا. بالنسبه عندي لل سنه ثالثه ثانوي انا بركز اكتر على النظام اللي انا داخله وابقى مجاوب رجاء ان احنا بنفيد الكل والله، ونفسنا الانظمه كلها تنجح على. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب المرحله الثانويه، طبعا طلابنا حبايبنا، عايزين نعرف طبعا النظام او السيستم اللي احنا هنمشي عليه في خلال دخولي لاولى ثانوي، ثانيه ثانوي بكالوريا، واولى ثانوي بكالوريا. طبعا كنت محتاج اتكلم على النظام وفوائد طبعا النظام وعيوبه وسلبياته، طبعا دي مهمه جدا. ده اولا عايزين نعرف طبعا اولا قبل ما ادخل في النقطه الثانيه اللي معايا السلبيات والنظام لنظام البكالوريا. طبعا عندي اولى ثانوي المواد اللي معايا عندي عربي، عندي تاريخ، رياضه، علوم متكامله، فلسفه، منطق، لغه الاجنبيه اللي هو الانجليش، طبعا اللغه معانا. ده مهم جدا في المرحله طبعا الاولى. وفي عندي طبعا مواد خارج المجموعه، عندي الدين والفرنش والبروجرامينج وعلوم الحاسب. تاني حاجه معايا طبعا هي النظام نظام البكالوريا للصف الثاني الثانوي والصف الثالث. طيب بالنسبه عندي طبعا للصف الثاني اخد عربي وتاريخ ولغه اجنبيه وتربيه دين في حاله ان هو طبعا لا تضاف للمجموع. ولما ادخل طبعا ثالثه بختار انا لو عندي الطب وعلوم الحياه بختار معايا رياضه او فيزياء، هندسه بختار كيمياء او برمجه، الاعمال محاسبه، والاداب والفنون علم النفس واللغه الاجنبيه طبعا الثانيه المضافه غير مضافه للمجموع. مع عندي المرحله الجامعيه والمسارات اللي انا طبعا هدخل معايا فيها. في حاله الجامعات الاكاديميه او التكنولوجيا اللي هو الانفورميشن تكنولوجي والهاير انستتيوشنز والميدل انستتيوشنز. طيب دي مهمه جدا ودي نظام الطرق اللي احنا بناخد معاه. طيب المميزات عندي هنقول مع بعض ان احنا يعني ما بيزودليش حاجات، مثلا المواد اللي موجوده معايا، بس بيبقى ادفانسد قوي وموجود معايا ان انا اللغه بدرسها بشكل عام، بشكل لغوي اكتر وبشكل فيه طبعا سيستم اقوى من ذي قبل. ده اللي انا بقول عليه. ده اولا. طيب ثانيا معايا انا النظام بيبقى ليه كل حاجه الاساسيات بتاعتي اللي موجوده معايا كمميزات، وان انا يقدر اقلل معايا، وان انا ابقى مركز اكتر على النظام اللي انا داخله وابقى مجاوب فيه يعني دي الحاجه الاولانيه. طيب العيوب ايه؟ قال لي طبعا ان انا في حاجات لما ببدا مثلا بدرس تاريخ، انا داخل مثلا معايا ليه تاريخ وانا طالب مثلا داخل علمي او داخل طب او داخل هندسه، فليه ان انا هنا عندي يبقى متمركز عليا او ان انا ضاغط عليا ان انا اخد مثلا تاريخ؟ فدي هل هي دي هتفيدني طبعا وانا داخل كليه علميه ولا لا؟ ده اولا. ثانيا يعني باخد لغه اجنبيه، في هتكلم طبعا عن العربي والانجليش، بما ان احنا طبعا تيتشر اوف انجلش، بدرس اللغه الانجليزيه. ده اولا هتكلم فيها شق. احنا بناخد مثلا لغه اجنبيه اولى وبندخل على سنه ثالثه بتخصص على الماده اللي موجوده او الفرع اللي موجود معايا. بالنسبه طب مثلا وعلوم الحياه باخد رياضه وفيزياء، هندسه باخد كيمياء وبرمجه، محاسبه واداره اعمال. طيب هنتوقف وقفه هنا مهمه جدا. بالنسبه عندي سنه ثالثه ثانوي انا ازاي ما اخدش معايا عربي؟ هتكلم برضه على حاجتين مهمين، عربي وانجليش. ده كلام جميل جدا. طيب العربي معايا انا داخل مثلا كليه لغه عربيه او كليه فيها مسار دراسي اكاديمي اساسي تربوي على اساس علمي، مستهدف ان انا ادرس حاجه معينه. ده اولا. للعربي وانا مش معايا طبعا سنه ثالثه عربي، فطبعا انا هخش الجامعه هبقى واقع جدا في العربي والاساسيات النحويه والكلام ده كله. بتكلم على العربي، خلي بالنا معانا ما بقول، نركز جدا. طيب ثانيا اللغه الانجليزيه اللي احنا بندرسها طبعا لطلاب المراحل الثانويه، الاولى الصف الاول الثاني والثالث الثانوي، دي مهمه جدا. انا ما خدتش معايا انجلش، تمام؟ ما خدتش معايا انجلش في السنه ثالثه ثانوي اللي هي اهم سنه بتاهلني ان انا ابقى طالب جامعي، طيب بناء عليه ادخل ان انا معايا فيه طبعا
بعد الصف الثالث الثانوي انا مش فاهم انجلش، الحقني انا مش عارف او انا مش فاهم حاجه مثلا معايا في البرمجه، خريج هندسه داخل الانجليش مش موجود معايا. طيب هعمل ايه؟ هضطر ان انا طبعا ابقى متوتر وخايف ومش عارف ادرس ايه، لان كل سايد ذا بروجرامينج كون طبعا هيبقى دراستي بالانجلش في طبعا كليه الهندسه او الجامعات الاكاديميه او جامعه التكنولوجيا، ده اولا. طيب ثانيا انا داخل كليه لغه عربيه، ما خدتش عربي في ثالثه، فمع قله البراكتسنج في الانجليش او الارابيك اللي موجود معايا انا قدرت ان انا كده يعني حاجات كتيره جدا تسقط مني وما اقدرش ان انا اتعامل معاها في خلال الجامعه. فيعني اتمنى رجاء ان احنا بنفيد الكل والله، ونفسنا الانظمه كلها تنجح على المستويات، ودي حاجه يعني احنا طبعا في الطالب عندي لو قعد في خلال شهر ما عملش براكتسنج للغه معايا وما مارسش اللغه معايا او حل كتير، فاحنا هنقعد هنا على مدار سنه كامله 365 يوم انا ما مارسش اللغه. وطبعا الله اعلم طبعا الانظمه تمشي طبعا ازاي في خلال الفتره القادمه، ويعني نتمنى احنا والله فيما ينفع الناس يعني، وبنتمنى التوفيق طبعا لكل الطلاب ودايما في نجاح وتوفيق باذن الله.